بصوا بقى، انتوا كلكم اجمعتوا ان ده اكتئاب حمل، فاحنا هنتغاضى وهنقول ان ده تمام اكتئاب حمل، بس اكيد دي مش حباية حمل، اكيد يعني اكيد في حاجة غلط في الموضوع. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي ده. انا ماشي، هنقول الحمد لله. انا اللي شافني امبارح بجد والايام اللي فاتت ما يشوفنيش النهارده. مبسوطة من قلبي بجد على كل الرسائل الحلوة، على دعمكم ليا وعلى دعواتكم ليا. ربنا اللي يعلم بجد باللي الواحد فيه. شكرا لصحابي اللي وقفوا جنبي، وشكرا لأهلي، وشكرا للناس اللي من أهل محمود وقفوا جنبي. لا محمود بس يو ف تكمش معايا اطلع بره الستوري طيب. بس فانا بجد بحبكم قوي والله العظيم، وربنا يخليكم ليا. وتعالوا اقول لكم على حاجه مهمه. تعالوا بقى اقول لكم في ايه مهم النهارده. بص في ايه يا ابني؟ النهارده الساعه 11 هطلع لايف، ده اكيد، ده الاكيد بقى، لان انا قلت لكم هطلع لايف الساعه 5 وما طلعتش عشان في ناس جات لنا وكده. بس انا هطلع لايف الساعه يا حبيب ماما هطلع لايف الساعه 11 على ابلكيشن وولف. النهارده الساعه 11 على ابلكيشن وولف. هنرغي معاكم في كل حاجه، وباذن الله لو اديتونا فرصه. ما تقولش كل حاجه عشان انا لو فتنت عليك اخليهم يكرهوك. ما انا قلت للناس عندي هنحكي لكم وانتوا تقولوا مين فينا اللي غلطان، ولو انتوا ساعدتونا ولقينا عدد كبير. لا والله يا جماعه الاستوريات الاكتئاب دي ما كانتش بسبب محمود. ولو انتوا ساعدتونا وجيتوا النهارده عدد كبير وكده. النهارده الساعه 11 كل الناس تدوس على اللينك ده. هنكسب ناس زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت انا نزلت لكم سكرين، انا كسبت. المفروض كنت هكسب. استنى طيب. يا بارد. واللي مش محمل طب هحط لكم اللينك دلوقتي حالا، هتدوسوا عليه الساعه 11 بالظبط. الساعه 11 هطلع على روم اسمها كتكاته. المهم هنطلع لايف النهارده الساعه 11 عشان كان في حد عمال يرخم علينا وما فهم. يا ربي ماشي. اسم الروم كتكاته الساعه 11. اي حد مش محمل ابلكيشن هيدوس على اللينك ده ويحمل ابلكيشن، ولو انت محمله الساعه 11 بالدقيقه هتدوس على اللينك ده، هتلاقينا انا ونور بنرغي، وباذن الله انا اللي هطلع عندي حق وهتجيبوا لي حقي منها. فالساعه 11 ل 5 كده بالظبط ابتدوا خشوا عشان هنيجي بدري، وباذن الله اي حد هيقول ان انا غلطان خلصت امه. خلصت. بس ايه رايكم في شعري كده؟ كيرلي كده احلى. خشوا قولوا لي كده حلو ولا اعملوا استشوار تاني زي الاول كده؟ زي حلو يا قلبي ولا استشوار؟ يا ابني انت في الحالتين وحش. انتوا بقى ما ينفعش الواحد يشكركم مرة وشكرا كده، لا انا عايزة اشكركم مرة واتنين وتلاتة وعشرة ومن هنا لحد الشلالات زي ما بيقولوا. شكرا انكم عارفين نور صح، شكرا انكم فاهمين نور صح. حقيقي انتوا مشفتوش مني اي حاجة ولا اي مقابل، ومع ذلك شفت رسائل حلوة قوي ودعوات حلوة قوي، وفي امهات بجد كانت عمالة تبعت لي رسائل كتير، يعني ناس كبيرة في السن كانت عمالة تبعت لي كتير ويطمنوني وطمنينا عليكي كان في مشاعر حلوة قوي قوي قوي. انا مش متخانقه تاني مع اي حد من الميديا عشان بس كثرة الاشاعات واللي اتشكوا في قلبهم اللي بينزلوا فيديوهات على اليوتيوب باسامينا وبعناوين غريبه كده. انا المشاكل اللي كانت في حياتي هو اكتئاب